السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال، اللهم امين يا رب. النهاردة ان شاء الله جاية ارد على اسئلتكم عملي عن طريقة اللبن الرايب او ازاي نخلي اللبن الحليب يكون لبن رايب. طبعا جاوبت عنها كتير بس حبيت اعمل لكم فيديو. بس قبل ما اخش في الفيديو بتاعي عايزة اقولك ان النهاردة الفيديو هيكون بالتعاون مع قناة دينا، قناة سوبر دودي، كل ما يخص حياتك اليومية لصاحبتها دينا. طبعا قناة جميلة جدا ومتنوعة. وبصراحة أنا من قبل ما أفتح القناة وأنا متابعاها وبتعلم منها كتير وبستفاد منها أكتر، وهي كانت أول إنسانة تقف جنبي. بصراحة أول لما خدت رأيها عايزة أعمل قناة يا دينا، قالت لي تشجعي واعملي وأنا جنبك، وبجد ما بتبخلش عليا بأي معلومات ولا أي نصايح تخص القناة. بصراحة إنسانة على المستوى الشخصي متواضعة جدا ومحترمة جدا، وقناتها جميلة ومفيدة جدا. أنا عن نفسي استفدت منها كتير قوي قوي قوي. بتعمل لنا أكلات وبتعمل لنا تنظيف في المطبخ، وبتعمل لنا مشروبات دافية وحاجات للدايت، وبتعمل لنا حاجات جميلة جدا. وبصراحة شفت عندها فيديو عن تنظيف المطبخ بالبخار، كنت أول مرة أشوف الفيديو ده بصراحة على اليوتيوب، كانت فكرة جميلة جدا. وكانت عامله لنا طريقه شوي السمك في الفرن الصاج، عامله لنا فيديوهات كتير جدا ما شاء الله عليها، ربنا يبارك لها. باذن الله ان شاء الله يا رب تروحوا تشوفوا قناتها، واكيد كلكم عارفينها مش مستنيان ان انا اتكلم عنها. بشكرها جدا جدا بجد من هنا على كل حاجه عملتها معايا ووقفت فيها معايا. بجد دينا بحبك قوي يا دينا، ومهما اتكلم عنك يا حبيبه قلبي مش هقدر ابدا اوصف اللي في قلبي من ناحيتك. بصراحة يعني ده مش كلام بس، لاني عاملة معاك التعاون. انت عارفة انا بحبك قد ايه، وعارفة انت غالية عندي اوي ازاي. طبعا مهما اتكلم طبعا انت عارفة اللي جوايا، واكيد اللي جوايا وصل للناس كمان. لانك انت انسانة محترمة وشخصية نادرة الوجود، وانا اتعلمت منك ازاي اخلي قناتي متميزة. ازاي اكون انا بعمل وصفات ما بقلدهاش، اعمل الحاجة اللي انا عارفاها وبس. بصراحة اتعلمت الحتة دي منك انتي، وما بحبش اطلع كده اعمل اي فيديو خلاص غير لما يكون فعلا الناس هتستفاد بيه. الحتة ديت انا بقول للناس ان انا متعلمها منك انتي. انتي بجد شخصية محترمة. مش عايزة افضل اتكلم عليكي ولا ازكيكي على الله، لكني احسبك كذلك يا حبيبتي. هسيب لكم رابط قناة دينا ورابط فيديو التعاون معاها في صندوق الوصف، ويا رب كل اللي بيحبني يروح يشوف دينا ويشوف الفيديو بتاعها ويسلم لي عليها، وما تكسفونيش معاها. واسيبكم بقى يا حبايبي دلوقتي مع الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير يا رب، اللهم امين. النهاردة ان شاء الله الحلقة هتكون رد على اسئلتكم عملي. من يوم ما عملت الجبنة الفلاحي القريش معاكم وجالي اسئلة كتير جدا جدا. ازاي اللبن بيروب وبنغطيه لما بيجي يروب ولا لا، واسئلة كتير جدا حوالين الموضوع ده، وانا الحقيقة جاوبت عليها في الكومنتات، بس برضو الاسئلة بتتكرر تاني. حبيت اعمل لكم فيديو اوضح لكم فيه الخطوات بالظبط، واشرح لكم فيه انا بروب اللبن ازاي وطريقتي فيه ازاي، علشان كل حاجة تكون واضحة قدامكم. طيب الاول هنبتدي دلوقتي. ده اللبن الحليب، ايا كان بقى انت بتشتريه من لبان، بتشتريه من ناس فلاحين انت بتتعاملي معاهم باي شكل يعني. طبعا ده عندنا في البيت وانا اللي بحلبه، بس طبعا اكيد انتم اكيد بتشتروه. اللبن الحليب زي ما انتم شايفين كده اهو، سايل جدا، بيبقى زي المية زي ما انتم شايفين اهو. بنعمل ايه بقى عشان اللبن ده يروب؟ اول حاجه احنا بنحلب اللبن، او انت بتشتري اللبن بتجيبيه. في ناس كتير بيحطوه على البوتاجاز يغلي، وبعد ما بيغلي بيشيلوا الوش بتاعه وبعدين يسيبوه يروب. انا طريقتي فيه ازاي؟ اللبن بيكون محطوط في اي اناء محطوط فيه. انا بجيبه يعني، ولا بحطه في تلاجة ولا حاجة. الجو دلوقتي خلاص ساقعة، وعمر اللبن ما يجراله حاجة، لان في اخت في القناة سألتني هو انا لو سبته بره التلاجة هيحمض؟ لا يا حبيبتي، هو ما بيحمضش. اللبن بيتنه بره التلاجة وبيروب وبيفضل فترة طويلة بره، بيجرالوش اي حاجة. طيب بحطه بقى في اي اناء عندي زي ده كده اهو، الوعاية الفخار ديت، يا رب تكون واضحة. بحطه وبسيبه في اي مكان دافي بره. في جو الشتاء اللي احنا فيه ده بيقعد له يعني يومين على الاقل، يوم بليلة كاملين، علشان يروب ويكون بالشكل اللي انتوا شايفينه ده اهو.
شايفين القوام عامل زي الزبادي اللي احنا بنشتريها بالظبط. دوت اللبن الرايب. ايه المراحل اللي مر بيها اللبن عشان يوصل للدرجه اللي انتوا شايفينها ديت؟ ولا اي حاجه، زي ما هو كده حليب، وبنحطه في اي مكان دافي او في اي مكان عندك في دولاب المطبخ، في اي مكان انت حابه تشيليه فيه. متغطي بقى، مكشوف، اللي يريحك. لو المكان اللي انت حاطاه فيه مكان نظيف بعيد عن الحشرات، مفيش اي حشرات طائرة هتطير فيه، طبعا بتحطيه مكشوف، مفيش اي مشكلة. انت مش ضامنه نظافه المكان، او يعني هتحس ان ممكن يجي فيه عفره، يجي فيه اي حاجه، اكيد هتغطيه باي حاجه. هتسيبيه بقى لمده يومين في الشتاء اللي احنا فيه. لو في الصيف هتسيبيه يوم واحد، بيروب بسرعه. بيروب بقى وبيوصل للمرحله اللي انا قلت لكم عليها بالشكل ده. بيكون خلاص كون القشطة على الوش، على وش الإناء اللي احنا حطيناه فيه. فانت بتشيلي القشطة دي بكبشة، بكرنيب، بأي حاجة. انا طبعا شايلة الوش بتاعه اللي هو القشطة. انا جايبه لكم بس اللبن الرايب اللي انتوا شايفينه ده، بقى قوام زبادي. في بقى طرق تانية كتير انا سمعت عنها. الناس بيحطوا له خل علشان يروب. معرفش، بيحطوه في التلاجة ويرجعوا يطلعوه. كل دي خطوات انا بصراحة ما عملتهاش وما جربتهاش، بس دي الطريقة الاساسية عشان تعملي لبن رايب. ودي الطريقة بتاع الفلاحين اللي هي اساس الاساس يعني. هعيد واكرر تاني علشان اللي ما خدش باله. دوت اللبن الحليب. زي ما تكوني بتشتريه اهو بالظبط، سايب جدا اهو. بتحطيه في اي حاجة عندك. ما بقيدكش باي حاجه، مش لازم فخار زي بتاعي ده. اي حاجه عندك بتحطيه فيها وتركنيه في مكان لمده يومين في الشتاء. وبعد كده بتبصي عليه بقى، بتلاقيه خلاص. بتحطي اي معلقه بتختبريه كده، بتشيلي بيها، تلاقيه قوامه بقى ماسك كده زي الزبادي. يبقى ده خلاص كده، ده اللبن الرايب. بيكون هو خلاص عمل وش فوق الوش هنا زي القشطه. انت بتشيليها بقى القشطه ديت، بتطلعي منها الزبده الفلاحي اللي انا عملتها معاكم قبل كده. وارجعوا في القناه وهتشوفوا طريقه الزبده الفلاحي. ده بينعمل بيها. وبعد كده اللبن خلاص بقى رايب اهو. استخدامات اللبن الرايب ده بقى: اي حاجة بتعملي بيها بالزبادي، حلويات بتستبدلها باللبن الرايب. بسبوسة، بتعملي بيها رقاق فلاحي طري زي اللي انا عملته معاكم في القناة. بتعملي بيه الجبنة القريش اللي قلتلك عليها وعملتها معاكي برضو قبل كده. وانتظروا مني طريقة الجبنة القريش بالطريقة التانية اللي انا قلتلكم هعملها لكم من غير حصيرة. وده كان ردي على اسئلتكم، ويا رب ما اكونش نسيت اي سؤال انتوا سألتوني فيه. برضو اوضح لك معلومة كمان. شايفين اللبن ده كده؟ يا رب يكون بس واضح اللون بتاعه في الكاميرا. شايفين الوش الاصفر ده؟ الوش الاصفر دوت بيكون في اللبن اللي هو البقري، اعزكم الله. ده بيكون اللبن مصفر كده، يعني مدي شوية صفار. اما لو هو لبن جاموس اعزكم الله، بيكون اللبن ابيض جدا جدا، وبيكون الوش اللي على وشه ده ابيض. بحيث ان انت لما بتغليه او بتسيبيه يروب او اي طريقة انت بتعمليه بيها، بيكون قشطة اللبن البقر زي ما انا فهمتكم قبل كده في فيديو الزبدة الفلاحي بتكون صفرة. اما لو هو لبن جاموسي بتكون الزبدة بتاعته بيضة، وبيكون اللبن وشه ابيض. وزي ما انتوا شايفين ده برضو اللبن ده برضو تحسوا ان هو اهو مصفر برضو، لانه هو برضو لبن بقري. وايا كان لبن بقري لبن جاموس، هو نفس الطريقة، طريقة واحدة اللي انا بتبعها وبعتمدها في روابان اللبن. خايفة قوي لاكون نسيت اي سؤال، وخايفة لاكون ما جاوبتش على اسئلتكم كلها. بس انا حابة افهمكم، وحبيت. هي طريقة بسيطة جدا وسهلة خالص ومش معقدة جدا، وانا جاوبت عليها كتير في الكومنتات، بس كنت بحس ان انا يعني مش قادرة اوضح لكم المعلومة. مش عايزة اعيد واكرر تاني واطول عليك الفيديو، بس انا حابة تكون المعلومة واضحة وبسيطة جدا بالنسبة لكم. الناس اللي بيحطوا له خل اكيد هم لهم وجهة نظر، بيحطوا اللبن خل ويحطوه على البوتاجاز يغلي، يقولك علشان يروب بسرعة. طيب اي حاجة انت هتدخليها في اللبن علشان تخليه يروب قبل اوانه او في غير ميعاده، ده اكيد بيغير طعمه وبيخليه مش حلو. هي دي الطريقة الطبيعية بتاعته، ودي الطريقة اللي احنا اتعودنا عليها واجدادنا واهلنا علموها لنا هنا في الارياف. ودي طبعا بيقولك خدي المعلومة من اهلها، واحنا هنا في الريف ودي الطريقة اللي احنا بنعملها.
وده اساسنا وده الاساس اللي احنا بنمشي بيه. فطبعا خدي مني الطريقه دي وانت مغمضه وجربيها وهتريحك، وهتلاقي نفسك اللبن بيروب منك بكل سهوله ومن غير تعب ومن غير اي مجهود. زي ما انا قلت لك كده، بتسيبيه يومين وبيروب لوحده خالص، وبتلاقي الوش بتاعه خلاص القشطه عمل على الوش، فبتشيليها. يعني انت لما بتيجي تشيلي القشطه بتشيلي من على الوش بالراحه خالص علشان ما تغوطيش لتحت وتشيلي معاها لبن رايب، بتشيلي بس الوش من فوق وتنقليه في حاجه تانية، وبتسيبي اللبن وبتستخدمي بقى اللبن الرايب لاستخدامات كتير. احب اقولك يا رب تكون الحلقه مفيده وعجبتكم واكون قدرت اجاوبكم. ولو في سؤال تاه عني او انا نسيته يا ريت تكتبولي في الكومنتات تحت، وان شاء الله باذن الله ارد عليكم. ويا رب تكون حلقه مفيده ليكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.